مقتنع تماما وعارف كويس جدا ان النادي الاهلي مش طرف رسمي بالظبط في الموضوع، ان هو لو خرج اي مبالغ ماليه من داخل النادي هيتعرض لمساءله قانونيه. هي دي لكن النقطه. هي الفكره انا النهارده هساعد كهربا ازاي؟ ما هي دي يعني هي الحاجات اللي انا قلت لك. هي الفكره ان انا اخد اللقطه وكهربا يلعب، وبعد كده يعني الراجل بقى يبقى هو والمحكمه الدوليه الرياضيه في اتجاه وانا كنادي في اتجاه، ولا انا عندي سيناريو وعندي تارجت محدده وعندي بلان خطه اقدر اساعد بيها كهربا؟ هو ده السؤال اللي انا محتاج اعرف اجابته. هو دايما يعني اي حد مسؤول من النادي الاهلي بيطلع يقول لك احنا مش طرف، احنا مش هندفع الفلوس. دايما كان عادل القيعي وكان اي حد بيطلع في قناه النادي الاهلي او عموما بيطلع يتكلم كان بيقول لك احنا مش طرف. بس هو ممكن يوجد له حلول. الحلول ايه؟ ان هو ممكن يجمع له فلوس اعلانات، ممكن يجدد له عقده 3 سنين، ممكن حد من رجال الاعمال يدفع فلوس. هو دي الحلول. بس هو المشكله ان الرقم كبير، يعني بالرقم بفلوس مصريه 90 مليون. رقم كبير جدا. انا لو كل يوم خلي بالك ب 5%. يعني كل يوم تاخير 5%. فدي برضو حاجه كبيره، يعني انت فاهم.